عندي النار. ما عندي مينا عن جد. من وقت ما بلشت الأحداث، وقت ما بلشت الحرب، ما عدنا نزلنا على ولا مينا. يعني أغلبية الصيادين حتى اللي نزحوا من الجنوب، من الناقورة، منصور، بطل عنا مينا. كرمال هيك نقينا هيدا الاسم، هيدا العنوان اللي حيكون بداية لعدة حلقات مع عدة صيادة وغطاسين بخصوص هيدا الموضوع. ما عندي مينا، وهيدا العنوان اخترناه من مقطع لأغنية للفنان أحمد قعبور يلي رحل عنا من كم يوم. تحية لذكراه. على فكرة عم نصور والطيران الحربي فوق راسنا عم بكزدر. هيدي الحالة تعودنا عليها. هيدي سلسلة رح تكون عم تنعمل مع عدة صيادين وغواصين يلي نزحوا من مناطق النزاع. مثل العادة كبوا الأغراض الوسخ على الأرض، يعني مثل مينا الناقورة ومينا صور. هولي أكتر مينتين بلبنان نزح منهم الصيادة. نزحوا الصيادة أصلا، حتى لو ما نزحوا ما بيقدروا ينزلوا على المي بوجود هيدي الحرب اللي هلأ قائمة، لأنه المناطق اللي هن فيها هلأ أي مناطق بتنعد مناطق قتال. كرمال هيك بس إن شاء الله لهم عودة، وعودة قريبة بإذن رب العالمين، وعودة قوية إن شاء الله. هيدي السلسلة الطويلة رح تكون تصوير واخراج الاستاذ بسام ارناؤوط، اللي هو على طول عم بيواكبنا بكل الاعمال الوثائقيه اللي نحن عم نعملها. بصراحه الزلمه شغله كتير حلو. هلا بموضوع أزمة الحرب عم بتصير صعبة نزلتنا على البحر، لأنه صار هذا الشيء بخوف. وإن شاء الله حتخلص هذا الحرب وحنرجع مثل ما كنا قبل وأحسن بكتير. زهقنا وقرفنا، بدنا نرجع على البحر. تتذكر فيديوهات كل يوم على عين مريسة؟ ايه، وإن شاء الله بنرجع أحسن بكتير بس تخلص على أزمة الحرب. ان شاء الله. كل يوم خينا الكابتن قاسم يمرق على عين مريسة يصور وينزل على الشغل. يلا هانت ان شاء الله قريبا. والله يا كابتن عمر اشتقنا للنشاطات اللي بتعملها، نشاطات الصيفية. والله مثلك والشباب والصبايا كلهم عم ينقوا بس يا حي. يلا تخلص الحرب. هي نحن ما لنا نفس نعمل شيء هلا بخصوص الاوضاع. هلا اصلا ما بدنا نعرض حياه اللي بدهم يشاركوا معنا بالنشاطات الخطر. وبعدين عندنا مسؤوليه، الاولويه هلا اغاثيه، نساعد اخواننا النازحين وبالاخص الصياديه اللي نزحوا. حاسين حالنا مثل اليتامى بلا البحر يا كابتن عمر. والله يلا قربت بدها تخلص. أنا ما عندي مينا بس في عندي البحر. أنا ما عندي مركب بس في عندي النار. أنا عندي عيونك حلوين عيونك، عندي عيونك حلوين عيونك، وبشوف بعيونك المينا والبحر، المركب والنار.